يا صباح الجمال، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبخير وبصحه وسلام دايما يا رب العالمين. هنتكلم النهارده عن مين؟ هنتكلم النهارده عن صدمه جاز والعرباوي باشا والمبوسه والاحضان والافلام الرومانسيه اللي هم عملوها في الفيديوهات. ينفع كده يا جماعه؟ بالله عليكم ينفع كده؟ في ايه؟ هو مفيش غرف مغلقه؟ مفيش شقق عندكم؟ مفيش غرف نوم تطلعوا فيها الكبت اللي عندكم دوت بدل ما انتوا بتطلعوه على الناس؟ يعني ايه ده يعني؟ امال بتقولوا في عندكم شقتين؟ ولا هي دي شقه فول وشقه طعميه؟ ولا هو الحب والرومانسيه والاحضان والمبوسه والكلام ده كله والدلع ديت ما بتجيش الا قصاد الكاميرات بس، ولا قصاد الناس؟ ولا الهدف منها الاساسي هو كل واحد بيغيظ جوزه؟ هي تغيظ جوزها اللي او طليقها القديم، وهو يغيظ ام ولاده طليقته برضو. يعني الله اعلم بقى هي طليقته ولا مش طليقته، يعني الله اعلم بيهم. يعني هو ده الهدف منها؟ كل واحد بيغيظ الطرف التاني الاكس بتاعه، ولا ايه بالظبط؟ ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ مفيش اخلاق خالص كده؟ مفيش دين؟ مش حرام كده ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه؟ حتى انتي مش مراعيه بنتك لما تكبر شويه تتفرج؟ مش مراعيه ان انتي خاله او عمه، وهو مش مراعي ولاده خالص. يعني مراته ما علينا، مش مراعي ولاده، مش مراعي عمامه خلانه ان هو عم او خال. مش كل ده عادي؟ عادي الشارع الحاره الدنيا عادي مفيش مشاكل. حتى مفيش حياء او خجل قصاد الناس الموجوده دي كلها اللي قاعدين؟ يعني قصاد مفيش حتى مراعاة لشعور الناس اللي هم لسه ما اتجوزوش، او الناس اللي هم منفصلات اخواتها او من عنده او من عندها او اي حد. ماشي، مفيش مراعاة للشباب الموجودين اللي واقفين بتوع المطعم، مفيش مراعاة لاي حاجه زي كده خالص. مفيش حتى احترام للحاجه اللي هي ما كانتش حاضره، اوكي ماشي، بس هي ايه موجوده وهتتفرج على الفيديو. مفيش مراعاة ليها، مفيش احترام ليها، مفيش احترام لمامته هو وباباه هو. كل ده عادي عادي هوا ازاي يعني؟ لا، والمشكله ان هي تقولك ايه، ان هو قبل بقى اليوم دوت اللي هي المفاجاه اللي هم عملوها بالاتفاق مع ياسو، اوكي اختها، اللي هي بقى لها يومين واكتر من يومين عماله تجيله يمين ينفض لها، يجي لها شمال ينفض لها، تصالحه هنا تصالحه هناك، مش عارفه ازاي، على الكتف اليمين على الكتف الشمال منفض لها، ويقوم مطلعها بره وقافل الباب ومش عاوز يكلمها ومديها الوش الخشب. الله. لكن قصاد الكاميرات بقى طبعا المبوسه والحب والاحضان والهيصه والمسه تشتغل. ايه ده يعني؟ ايه في ايه؟ ايه يا حاجه فاطمه؟ ايه يا حجوجه؟ في ايه؟ مالك؟ انت ما تشوفيش الحاجات دي؟ ما بتقوليش لعيالك عيب ليه؟ واحده فتحها مبوسه قصاد الناس كلها، سواء كان مباشر على العالم كله اللي بيتفرج عليها، اوكي، او قصاد الناس الموجودين سواء كان في المطعم او حتى قصاد اخواتها او حتى قصادك، عيب. قصاد اهله والكلام ده عيب يا جماعه، عيب. في احترام، لان الحاجات دي بيكون ليها مكان معين. يعني في شقتكم اتنططوا فيها زي ما انتوا عايزين، اعملوا فيه اللي انتوا عاوزين، مش بالشكل الرهيب ده والاحضان الافوره الرهيبه دي والمبوسه ايه يا جماعه؟ عيب والله بجد، عيب جدا. فهمي ولادك، قولي لهم ان دوت كده عيب. بنتك التانية طالعه تشتم في جوزها وطالعه تفضحه بفيديوهات ومش فيديوهات، عيب. ما هو كمان مش جوزها، طليقها خلاص. يعني ليه؟ خلاص انتهينا، هو طلقك وخلص. مش انتي مثلا بتضطري تعملي كده عشان خاطر تطلقي؟ لا خلاص، هو طلقك وخلصتوا وانتهينا. ماشي. ليه يعني؟ ليه كل واحده طلعت تهين في الطرف التاني او ان هي تعمل حاجات مش مظبوطه؟ وعي ولادك، فهميهم، قول لهم عيب، ما يصحش، في اخلاق، في اسس، في كذا في كذا. يعني حرام اللي بيعملوه ده. ايه ده؟ والمباصه والاحضان والهيصه ديت في ايه؟ وهو ده بقى ايه بقى الهدف منه؟ كل واحد يغيظ اللي احنا اللي كان الاكس بتاعه، تمام؟ ولا خلاص هو الحب ولع في الذره؟ الحب القلب. لا، هي مش الحب ولا القلب، هي قصه فلوس. لان هي جت بعد كده في فيديو بعد كده بس مباشر، فبتتكلم بتقول ده كل الحريم بيتفرجوا عليه ومش عارفه ايه والكلام دوت، كلهم عمالين يبعتوا له وعاوزين يكلموه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. دي هو عنده شركه العربوي، شركه العروبه، شركه العروبه للتشطيبات واللي مش عارفه ايه والكلام ده والعقارات والكلام ده كله. يعني انت اصلا بتعملي له دعايه واعلان. يبقى القصه كلها قصه فلوس، ولا حب ولا مبوسه ولا الكلام ده، دي حركات قرعه بس.
عشان هو يظهر على شاشة اكتر، وبعد كده تقوم انت قايله ان الناس قال يعني خلاص بقى الناس مش شايفه غيره، فاللي هو تقولي بقى ان انت بتغيري بقى ومش الغيره والكلام ده كله، فتقومي قايله بعد كده ده هو عنده ده هو عنده شركه كذا، ده معرفش ايه الكلام ده. نفس قصه برضو نوقة ورضا، نفس القصه، بس انت عم بتقولي ان هو عنده شركه، فانت بتحاولي ان انت تعملي له دعايه واعلان خلاص، وان التوضيبات ديت من خلال شركته والكلام ده كله اللي انت بتقولي عاملاها في الشقه عندك وكده، نوع من انواع الدعايه والاعلان ليه خلاص، وانتي ظهرتيه عشان خاطر يبقى نوع من انواع الدعايه والاعلان برضو، شغل فلوس يعني، قصه ايه، مبادلات، تبادل منافع. تمام. اما وبرضك بالنسبه لنوقة نفس القصه، تبادل منافع، بس التبادل مع نوقة بقى مختلف يعني. هو طبعا واحد كان متجوز او متجوز الله اعلم بيه ومعاه اولاده وفضح مراته، هيصه قصص يعني، قصص فيها يعني عدم اخلاقيات بطريقه غير طبيعيه والله العظيم بجد. فالواحد بصراحه مش عارف يعني يقول ايه يعني، والله بجد يعني. يا ربنا يهدي الامور وربنا يهديكم ويصلح حالكم، بس مش عشان خاطر القرش الواحد يقعد يطلع بالشكل ده. وبعدين انت بتقولي عليه صعيدي، فين الصعايده في الكلام ده؟ انا مش شايفه اي صعيدي خالص في الكلام دوت. يلا ربنا يصلح الاحوال، ويلا باي باي، مع السلامه.